السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنخش قوام على الوصفة بتاعتنا. طبعا مش هنسى اقول لكم تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتشاهدوا الفيديو عشان قناة ام ادم يا ولاد اليوتيوب ما يقفلهاش. تمام حبايب قلبي، انا دلوقتي في غلاء الاسعار او ارتفاع الاسعار. في العموم غلاء مش غلاء، انا ماشية كده، انا في شغلي ماشية كده. انا معايا كيلو من البتنجان، ولا حط عليه ملح ولا نقعاه ميه ولا اي حاجه. انا بعمله كده، هقول لكم انا بعمله ازاي. ده كيلو من البتنجان قشرته وقطعته مطاول كده، لان البتنجانيه طويله فقطعتها بطولها كده. تمام. ومعايا تلت كوبايه من الزيت، وتلت كوبايه من الزيت دي هيفضل منها حتى بعد ما اعمل التسبيكه كل حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، جبت مولعه الفرن على اعلى درجه، وزي ما انتوا شايفين كده هنرش بس تقريبا رشه ملح ورشه فلفل بس، ومش اكتر من كده. وهنشوي البتنجان الجميل بتاعنا ده. الاكله دي يا جماعه هتكفي اسره، هتكفي 4 افراد. طيب المفاجاه بقى، نعملها بكام؟ حوالي 100 جرام لحمه او 125 جرام لحمه، كلام فاضي، لحمه مفرومه. تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين انا برص البتنجان معاكم كده. وهقول لكم في ميزه في ان انتوا تشووا البتنجان. اول حاجه يبقى حاجه صحيه، تاني حاجه يبقى طعمها حلو، تالت حاجه لما بتنقعوا البتنجان بالملح والبتاع ده بينزل السوائل اللي فيه الجميله اللي بتخلي طعم البتنجان اساسا مسكر. يعني اساس البتنجان بيبقى مسكر، بنقعد نحطه في ميه ونعصره ونعمله، بننزل اغلبيه الفايده اللي فيه. تمام. حطيت البتنجان بتاعي الجميل اهو يتشوي في الفرن، وتعالوا بقى هنشوف هنكمل وصفتنا ازاي. ادي يا جماعه حته اللحمه، والله ما مخبيه عليكم حاجه. معايا شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل، شويه ملح. معايا فلفلايه حمراء مقطعاها كده مكعبات، اخد منها شويه. ومعايا حته اللحمه بتاعتي، وممكن رشه جوز الطيب. طيب اي توابل انتوا عايزينها، وفصين 3 توم. اي توابل انتوا عايزينها، ممكن تحطوا توابل لحمه بس. في توابل بتتباع كده جاهزه اسمها توابل لحمه بس، فبراحتكم، الموضوع مش هيفرق كتير. تمام. حطينا شويه اللحمه بتوعنا اللي هم تقريبا يا 100 جرام يا 125 جرام. صراحه انا ما وزنتهمش، بس هم قد البرتقانه الكبيره، قد البرتقانه الكبيره يا جماعه، او اقل من البرتقانه الكبيره. تمام. زي ما انتوا شايفين تبلنا لحمتنا زي ما قلت لكم، رشه كمون، رشه ملح، رشه كزبره، رشه فلفل اسود، مش اكتر من كده، ورشه صغيره جوز الطيب، اللي حابب يحط يحط. تمام. وبما اني انا مسؤوله عن الاكل، فانا يعني عايزه اقول لكم، هقول لكم ايه، اقول لكم حته لحمه قد كده عملنا بيها كيلو من البتنجان. تمام. ادي يا جماعه حته اللحمه بتاعتنا اهي، بعد ما فرمناها مع حته الفلفلايه الرومي وشويه التوابل بتوعنا. تمام. اهو. هنيجي بقى ايه، حاطين حته من الزبده صغيره، نقطتين من الزيت من نفس الكوبايه. صبعنا الكفته بتاعتنا الجميله. ومش هنسويها، انا هاخدها غالبا، انا بعملها نيه، بس النهارده حبيت اغير واخدها تاتش كده. يعني برضو هتختلف طبعا. ان هي مش تتحمر، يعني يا دوبك الطاسه سخنه جدا، حطيتها حته زبده زي ما انتم شايفين كده، ونقطتين من الزيت. قوام قوام كده هنقلبها كده معاكم قوام قوام. تمام. وكمان كنت شاويه طبعا فلفل رومي، وبشوي الفلفل الرومي سليم يا ولاد، سليم، ما تقلبوش بايديكم، انا بقلب بايدي عشان ايدي خدت على السخونيه يا حبايب قلبي. فالحته دي ماتت عندي، فانتوا حبايب قلبي قلبوا بمعلقه ولا باي حاجه. مش بحمر يا جماعه، بس تاخد صدمه. تمام، عشان يبقى طعمها احلى. تمام. وفي نفس الطاسه نقطتين من الزيت، وفصين من التوم مهروسين، وكمان شويه فلفل رومي اللي هم متقطعين مكعبات صغيره. تمام. ادي الفلفل انا كنت شوياه، وبشوي الفلفل زي ما قلت لكم سليم، اللي بيبقى فيه ميه مسكره وحلو كده بشويه سليم. وبعد كده لما مؤاخذه بفتح الفلفل واشيل منه البذر، واشيل منه القشره الخارجيه الرخمه الغلسه. تمام. هنا الطماطم دي مستويه، الطماطم دي متسبكه على النار، وهوريكم هي اتسبكت ازاي، بس هوريكم الصوره بس يعني كده انا عاملاها ازاي. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. لما باجي بسبك الطماطم، طبعا زي ما انتوا شايفين بشيل القشره الخارجيه بتاعه الفلفل الرزله دي اللي انتوا فاهمينها، وبشيل البذر من جوه. تمام. وبس مجرد الطماطم مع الثوم مع الفلفل بتندمج بس كده، ولو ناقصه شويه توابل بتاعها احطهم، وخلاص على كده. تمام. عايزه اقول لكم اكله جميله صحيه طعمها حلو. محدش يقول لي مسلوقه، الاكله مش مسلوقه خالص، بتنجان اتشوى، فلفل اتشوى، الطماطم دي متسبكه اهو يا جماعه، شرايح البتنجان الجميله زي ما انتوا شايفينها كده. وكمان بنجيب طاجن فخار نحطها فيه، ونحط الصلصه عليه وندخلها الفرن
تبقى في غاية الجمال وفي غاية الروعة. مش عشان احنا مقللين نسبة الدهون او نسبة السمنة فهتبقى وحشة ومسلوقة، لا بالعكس، جميلة. وطبعا حطيت في حتة فلفلاية حراقة صغيرة، انتوا بقى زودوا زي ما انتوا عايزين. اتمنى ان الاكله الجميله تكون الاكله دي تعجبكم ان شاء الله باذن الله، وتجربوها. سهله وبسيطه وموفره، وهتكفي الاسره كلها. ده كيلو من البتنجان يا جماعه يكفي البيت كله، جنب شويه رز ابيض او شويه رز بالشعريه، جنب اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، جنب شويه سلطه، جنب شويه شوربه. اليوم ده كنت عامله جنبيها شوربه طماطم ورز ابيض. اكله جميله جدا وحرشه وحلوه، وتناسب اي بيت. طبعا زي المدام دايما تقول لي يا نصر خدي بالك من الاكل، خدي بالك، خدي بالك من الاسراف، خدي بالك. والله واخده بالي، يعني مش قادره اقول لكم انا واخده بالي ازاي. انا واخده بالي من غير هي ما تقول لي، ومن غير غلا، ومن غير اي حاجه. زي ما بقول لكم كده، جربوا الوصفه بتاعتي كده وان شاء الله باذن الله تعجبكم. وقولوا لي في التعليقات يا جماعه، واعملوا الفيديو لايك، وشيروا الفيديو عشان قناه ام ادم يا جماعه ما تقفلش. جزاكم الله خير حبايب قلبي. بشكركم جدا على كلامكم الطيب وعلى دعواتكم ليا. ربنا يا رب يكرمكم ويدومكم فعلا نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين الطاجن يعني في منتهى الجمال، في منتهى الجمال، طعم وجمال وشكل وحلاوه يعني فوق ما تتخيلوا. واتفرجوا عليه بقى في نهايته، وشايفين طالع عامل ازاي في منتهى الجمال. اتمنى زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي تعملوا الفيديو لايك، شيروا الفيديو يا اولاد، شيروا الفيديو يا اولاد. يعني احنا بنحاول نعمل اكلات تناسب البيت المصري خاصة في الظروف دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.